السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى فيديو حلو جدا، وهنبدأ مع بعض سلسلة الايس كريم لزوم الحر والفرهدة، من غير كريم شانتيه ومن غير حليب ومن غير لبن محلى مكثف، وكمان من غير عسل جلوكوز ومن غير جيلاتين، من غير اي مكونات خزعبلية، بالمية بس. هنعمله بطريقة سهلة جدا وكمان احلى من اللي بنشتريه من بره، امن وصحي ومن غير مواد حافظة. يلا بينا على طول نشوف الفيديو. وحابه افكركم لو لسه جداد على القناه ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا لايك واشتراك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصلكم. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. واول حاجه معانا هو البرتقال. تقدروا تعملوا الايس كريم بتاعنا بتاع النهارده باي فاكهه انتوا تفضلوها، انا استخدمت النهارده البرتقال. جبت برتقانتين وعصرتهم، اخدت العصير بتاعهم وكمان اخدت البشر البرتقال من بره اللي هو الاصفر بس مش الابيض. هنجيب حلة كده ونحط فيها نص كوباية من السكر، وكمان نحط عليهم كوبايتين كبار من المية بنفس الكوباية اللي معايرين بيها السكر. وفي ربع كوباية مية كده جانبية هندوب فيها معلقة واحدة بس من النشا ونركنها على جنب. هنقلب كده على البارد ونركن النشا والمية دي على جنب، هنستعملهم كمان شوية. هرفع بقى كده المية والسكر على النار، اللي هو المقدار نص كوباية سكر عليهم كوبايتين من المية. هقلبهم كده على النار واسيبهم يغلوا لمدة دقيقة واحدة بس. واول ما يغلوا بيكون ده شكل الخليط بتاعنا او الميه والسكر. بعد ما بيغلوا هاخد منهم كبشه كده على جنب وهحطها في كوبايه، وكمان هدوب فيهم شويه صغيرين من لون الطعام اللي هو اللون البرتقاني. انا استعملت اللون اللي هو البودر، وده طبعا الوان صحيه، تقدروا تستعملوا الجل او السائل المتوفر عندكم. هبدا احط كده منه شويه بشويه لغايه لما اوصل للون اللي انا عاوزاه. فحطيت كده كل الكمية احتاجتها فحطيتها كلها في الخليط بتاعي. اقلب كده تقلبتين على النار، وبعد كده هنزل عليه ببشر البرتقان. ده بشر البرتقان اللي احنا عملناه في اول الفيديو، اخدت منه معلقة صغيرة بس. هقلب كده الخليط، اول لما يبدأ يغلي هبدأ احط الخطوة اللي بعد كده. احنا ما حطيناش عصير البرتقان، احنا حطينا البشر بس، ركزوا معايا في الحتة دي. هجيب بقى كده معلقه النشا اللي انا مدوباها في ربع كوبايه من الميه وحطها على جنب، وهبدا انزل بيها شويه بشويه وانا بقلب كده على طول بالشكل ده. النشا بيدي الايس كريم بتاعنا قوام حلو جدا، ومش بيخليه قاسي كده على البق واحنا بناكله، ومحجر بيخليه زي بتاعه الدكان والله واحسن كمان. هرفع الخليط بتاعي ده من على النار، ده بيكون القوام بتاعه، شايفين القوام؟ طبعا مش قوام تقيل زي النشا، بيكون يدوبك حاجه بسيطه جدا. هنطفي النار على طول في اللحظة دي، وهنشيل الخليط بتاعنا من على النار وهنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. ده شكل الخليط بتاعي بعد ما برد تماما. هنسيبه يبرد تماما، وبعد كده هننزل عليه بكوباية من عصير البرتقال اللي احنا عصرينه في اول الفيديو. مش بنحط عصير برتقال وهو على النار، لا، بنحط عصير برتقال بعد ما بنشيله من على النار. بنصفي الخليط ده كويس. خلاص انا اخدت النكهه اللي انا عايزاها من بشر البرتقال، فمش محتاجاه يكون ظاهر معايا في الايس كريم. هصفيه كده بمصفى تكون ناعمه، وبعد كده هبدا ان انا احطه في قوالب الايس كريم اللي انتوا شايفينها دي. هنزل كده بالعصير بتاعنا، وكمان بيعمل معانا نص كوبايه سكر بس، بتعمل لنا كميه حلوه جدا من الايس كريم، وطعمه حلو جدا. متأكدة لو عملتوه مش هتبطلوا تعملوه على طول، يكون دايما عندكم في الفريزر. سهل وسريع ومكوناته كلها متوفرة عندنا في كل بيت. معلقة نشا واحدة ونص كوباية سكر، هنعمل كمية حلوة جدا للولاد ياكلوا منها احسن طبعا وانضف من اللي بنشتريها من بره، ومن غير مواد حافظة ولا اي منكهات صناعية. احنا استعملنا منكهات طبيعيه، وتقدروا زي ما قلت لكم تعملوا بنفس الطريقه اي نوع فاكهه انتوا بتحبوه. انا بحب البرتقال فعملته النهارده بالبرتقال. ان شاء الله هنعمل سلسله حلوه جدا من الايس كريم. هننزل طرق حلوه جدا وطرق كتيره في الخلاط، وكمان كلها اقتصاديه وكمان سهله جدا لاي ست بيت تعملها. بعد ما فضيت العصير بتاعنا هنجيب كده ممكن تستعملوا اللي هي العصيان بتاعه القوالب دي، لكن انا كنت حابه اعملها زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، فكانت عندي الاعواد دي فهستعملها. هجيب كده القالب وهحط على وشه بلاستيك راب او الورق اللي هو الالومنيوم ده اللي هو بتاع الطعام، ونبدا ان احنا نعمل فيه فتحات ونحط العيدان بتاعتنا. لو مش موجود عندكم القوالب دي تقدروا تستعملوا علب الزبادي زي ما انا عملت دلوقتي، وكمان تقدروا تحطوها في كوبايات. اي حاجه متوفره عندكم هتقدروا تعملوا بيها النهارده.
شايفين نص كوبايه سكر عملت معانا كميه حلوه جدا، عملت معانا 6 في القوالب وكمان 2 من اللي هما الزبادي، وهتعمل معانا كمان مجين من بتوع القهوه. لو مش متوفر عندك القوالب ما توقفيش نفسك على حاجه، تقدري تستبدليها باي حاجه متوفره عندك في البيت بالشكل ده. هنفضي السائل وبعد كده هنغطي وش الحاجة اللي احنا حطينا فيها العصير ونحط فيها العصيان زي ما انتوا شايفين. هندخل القوالب بتاعتنا دي الفريزر وبتقعد معانا من 5 ل8 ساعات لغاية لما تتماسك تماما وتكون بالشكل ده. هتخلص كده من الكيس اللي انا حطاه اثبت بيه بس العصيان دي، احنا كنا حاطين الكيس عشان نثبت بيه العصيان، هنتخلص منه وبعد كده نبدأ نطلع العيدان بتاعتنا. حاجة بنفركها كده بايدينا علشان تطلع معانا بكل سهولة، او ممكن نحطها كده في شوية مية من الحنفية، نحط قاعدة القالب دي في شوية مية من الحنفية هتطلع معانا بكل سهولة. هي مش محتاجة، بتطلع معانا بكل سهولة. شايفين طعمها حلو جدا وقوامها حلو جدا والله زي بتاعة الدكان واحسن كمان، صحية ومن غير مواد حافظة، وكمان مش محجرة كده، يعني مش احنا عاملين شوية تلج وخلاص، لا ده ايس كريم فعلا زي بتاعة الدكان. هكسر لكم كده حته علشان تشوفوا قد ايه هي سلسه ومش صعبه جدا على اسناننا ان احنا نكسرها. شايفين طعمها حلو جدا، وكمان تقدروا تستعملوا فيها اي نوع فاكهه انتوا بتفضلوا. ما تنسوش بقى لو استفدتوا من الوصفه ولو بمعلومه صغيره تعملوا لايك، وكمان تنزلوا تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان لما ننزل باقي الوصفات توصل لكم اشعار. اشوفكم على خير في فيديو تاني ومع السلامه.